لو ما شفتش ملخص الحلقة اللي فاتت من ون بيس ومعرفة ما حدث في المرجوة فارجع شوفه الأول. ولكن في البداية لو انت لسه ما اشتركتش فانزل واشترك لأن اشتراكك بيفرق معايا جدا. فانصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وندى لإخواتنا وأهلنا في فلسطين ويلا بينا نبدأ. الحلقة اللي فاتت عرفنا معلومات كتير جدا ولكن لا يزال هناك الكثير من الأحداث المجهولة. وعرفنا ان الشيء اللي قضى على مملكة لولوسيا بالكامل هو سلاح من صنع فيجا بانك واسمه الميزر فليم. وكمان عرفنا اسماء الجروسي ومهمة كل واحد فيهم وظهر اشخاص لأول مرة. الحكومة في خطر كبير جدا بعد ما الكثير من البلاد اعلنوا التمرد. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ودلوقتي بنبدأ الحلقة وبنشوف ان في اتنين من البحرية بيوصلوا عند مرفأ من المينا بتاعتهم، ولكن بيكونوا مصدومين حرفيا لانهم بيلاقوا سفن كتير متدمرة. وبيفضلوا يسألوا نفسهم يا ترى هو ايه اللي حصل هنا، هل كانت حرب دي ولا ايه؟ ولكن بيقول لهم نائب الادميرال ده ما حصلش اي حاجة من اللي انتوا فاكرينه، بل السفن دي كانت عبارة عن اكياس ملاكمة. بيتصدموا الاتنين دول وبيقولوا له انت اكيد بتهزر. بيقول لهم لا مفيش هزار هنا، اللي كان بيتدرب عليهم هو نائب الادميرال جارب وتلميذه اوكاي، وده كان الروتين بتاعهم لسنين طويلة. وكانوا حاطين قاعدة لنفسهم علشان يجوا يتدربوا هنا، ان ما ينفعش على اي حد منهم انه يستخدم الهاكي وهو بيتدرب، وكمان ما ينفعش يستخدم فاكهة الشيطان بتاعته، يعني لازم يتدرب بقوته الجسدية فقط. والاتنين دول بيكونوا متفاجئين من قوة الدمار اللي موجود في الميناء. بيقول لهم ايوه امال انتوا كنتوا فاكرين ايه ان الابطال دول بيتولدوا كده وخلاص؟ اكيد لا، الابطال دول بيتعبوا وبيتكسر جسدهم وبيتدربوا اكتر من اي حد علشان يكونوا هم الابطال. وبعدها بنرجع للعالم الجديد وتحديدا في جزيرة القراصنة التابعة لليونكو تيتش، وبنشوف هناك جارب واتباعه بيكونوا محاصرين من كل مكان من رجال تيتش، والامر صعب عليهم جدا ومش عارفين يخرجوا. ولكن فجأة بيصحى وولف الملقب بالسفينة وبنشوف ان هو عملاق جدا، ده اكبر من الجزيرة كلها. وبيشوف جارب وبيكلمه وبيقول له انا هقتلك علشان انت ازعجتني وانا نايم. ولكن على مين يا حبيبي؟ جارب على طول بيطير في السما وبيديله لقمة قوية جدا بيطيره بعيدة عن الجزيرة. يا الهي جارب وحش حرفيا. وولف بيطير من شدة الضربة وبيقع في قاع البحر وخلاص على وشك انه يغرق. الصدمة باينة على وشوش قراصنة تيتش من اللي هم شايفينه قوة جارب مذهلة. وبسرعة بيروحوا علشان يطلعوا وولف من البحر قبل ما يغرق. بيقف الكل خايف من جارب وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه مع الوحش ده. ولكن ساعتها بيظهر فراسكو من وراه وبيفضل يتريق عليه، وعلى طول بيهجم عليه بكرة اللهب. ولكن جارب مرعب بمعنى الكلمة، بيمسك 3 من اتباع تيتش وبيصد بيهم الضربة وعلى طول بيهجم بيهم على اتباع تيتش. الجزيرة بتبدأ تتدمر وتولع حرفيا. القراصنة ما بقوش عارفين يروحوا فين ويهربوا منين، النار موجودة في كل مكان. يا إلهي جارب خلى جزيرة القراصنة عبارة عن جحيم لا ينتهي. بيقف جارب وهو بيضحك ولا كأن في حاجة شغلاه، يا لها من قوة مرعبة فعلا. ووقتها بيجيله اتصال من السفينة وبيقولوا ان هم خلاص اصبحوا جاهزين للمغادرة، كل الجنود ومعهم كل المصابين والمساجين على السفينة، وانهم حاليا مستنينهم علشان يتحركوا. بيضحك جارب وبيقول لهم تمام، وبيكلم كوبي وهلمبو وجروس وبيقول لهم يلا بينا احنا اخدنا من هنا اللي احنا عاوزينه. ولكن فجأة بيظهر قدامهم اوكايجي وبيقول له هو انت فاكر انك هتمشي من هنا؟ اظن ان انا قلت لك قبل كده مفيش مهرب ليك من هنا يا جارب. وحاليا التعب بدأ يظهر على كوبو وهيلمبو وجروس اتباع تيتش ملهمش نهاية، وبيقولوا لجارب احنا لازم نمشي من هنا بسرعة. بيقف جارب محتار ومش عارف يعمل ايه، جنود تيتش محاصرينهم من كل مكان، يا ترى هيخرجوا من الموقف ده ازاي؟ جارب بيقول لهم اسمعوني كويس انتم التلاتة، انا عاوزكم تجروا بأعلى سرعة عندكم اتجاه الساحل واياكم حد فيكم يموت. والاربعة فعلا بينطلقوا مع بعض علشان يمشوا من هناك. ولكن فجأة بيسمع كوبي واحدة بتصرخ من وراه وبيلاقي ان في واحدة واتباع تيتش ماسكينها وبيضربوها. بيقول كوبي كويس ان شفتها قبل ما اخرج من الجزيرة وبيجري بسرعة عليها علشان ينقذها. ولكن فجأة بيظهر من ورا كوبي شيء بينطلق نحوه بسرعة رهيبة لدرجة ان هو خلاص ما بقاش قادر يتفاداه. لكن جارب بيلاحظ كل شيء وفي لمح البصر بيقف امام كوبي وبياخد هو طعنة بالسيف بتخترق جسده. يا الهي ما الذي حدث؟ جارب بيستعمل قوته وقتها وبيمسك الشخص ده وبيضربه في الارض، وساعتها بيظهر هذا الشخص وبيكون شيريو المطر. يا لك من لاعين يا شيريو. وقتها كل جنود تيتشي بيفرحوا وبيقولوا خلاص قوته ضعفت وبكده عندهم فرصة ان هم يقتلوه.
وكوبي مصدوم وبيقول انا السبب، انا اللي خليته يوصل لكده، المفروض ما كنتش بصيت ورايا. ولكن جارب بيسمعه وبيقول له ما تغترش بنفسك يا كوبي، هو اصلا كان مستهدفني من البداية، ويلا خد صحابك وامشي من هنا. وقتها بيجري عليه قراصنة تيتشي وعاوزين يقتلوه، لان جارب بيكون عليه مكافأة 3 مليارات بيري، واللي هيقتله هيكون غني جدا. لكن فجأة بنلاقي اوكاجي بيجري عليهم بكل قوته وبيضربهم كلهم، وبيقول لهم بطلوا غباء، انتم مش هتقدروا عليه ابدا، ده حتى لو ايده مقطوعة او رجله انتم برضو عمركم ما هتقدروا عليه ابدا. وساعتها الاتنين بيحضروا نفسهم لاخر هجوم بكل قوتهم علشان يهجموا على بعض. ساعتها كوزان بيفتكر الماضي وبيقول كنا زي الاب وابن وبنضحك سوا وبنتعصب سوا. صحيح في البداية جارب كان بيعاملني معاملة سيئة، ولكن كل حاجة مع الوقت اتغيرت وبقيت انا التلميذ الوحيد، وكان بيدربني جنبه وكان مهتم بيا. وبيقول لي ما تستخدمش الهاكي ابدا يا كوزان، التدريب ده شق ولكن هيخلي جسدك قوي جدا. كوزان كان بينفذ كل التعليمات اللي بياخدها من معلمه، وجسده مع الوقت كان قوي جدا. ولكن في الحاضر جارب بيقول انا ربيت شخص باين انه ما كانش يستاهل، انا ندمان فعلا على الوقت اللي ضيعته عليه، انا حاليا بتبرى منك يا تلميذ الوحيد. وفي مشهد رهيب الاتنين بيلكموا بعض لكمة قوية جدا لدرجة ان كل حاجة حواليهم بتتدمر حرفيا. ساعتها بنشوف جارب وهو واقع على الارض وماسك راسه، بيروحوا اتباعه علشان يطمنوا عليه، والقراصنة بيحاصروهم مرة تانية وخلاص شكلها النهاية. ورجل الجزيرة بيفتكر ان هم خلاص كده انتصروا على جارب، وبيقول بما اننا انتصرنا على جارب يبقى كمان ندمر لهم السفينة بتاعتهم. ويا إلهي بيطلع ايد كبيرة جدا من الجزيرة وخلاص ناوي يدمر السفينة باللي فيها. وبيقول انا بشوف صحف الاخبار دايما بتتكلم عن انجازات القائد تيتش، اكيد الاخبار هتتكلم عني لما ادمر لهم السفينة واحبط خطتهم. يا الهي ما الذي يحدث؟ هل يا ترى هي دي نهاية البطل جارب؟ ويا ترى راجل الجزيرة هيدمر السفينة وكلهم هيموتوا ولا ايه اللي هيحصل؟ احداث كتير جدا بننتظرها في الحلقة القادمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو انت وصلت لحد هنا فانا احب اشكرك من كل قلبي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، وسلام.